هو الفيديو اللي احنا مسجلينه ده بخصوص الخامات وجرد الخامات ده لو العميل بيشطب مع نفسه. بقول خلصت اه جرد ولا لسه؟ اه براجع اهو هندسة. كل البضاعة ناقصة حاجة ولا؟ لا البضاعة لحد الآن كده ايه، كل اللي موجود هنا هم اللي موجودين هنا. انت راجعتهم وتأكدت عليهم بالأعداد اه كويس يعني؟ تمام. لأن خلي بالك الفاتورة دي يعتبر هي نسبة وصل الأمانة اللي بيسلمه اه لنا العميل تمام. اللي هو مؤتمن علينا بشغله. تمام. فالفواتير دي الفاتورة دي هتطابقها بالخامات. طبعا تمام. انت طبقتها ورجعتها كويس تمام. بأمارة ما انت رصصهم يعني. فاحنا زي ما سلمنا لك الفاتوره تمام. هنسلمها لك على الايه، هنستلمها منك على الحيطه. تمام. عشان لو ناقص حاجه في البضاعه تمام. تقول لنا مثلا نطلبها نجيبها لك. ولو زياده حاجه نرجعها تاني للي احنا جايبين منه تمام. ونسقطها تاني في حساب العميل. ده لسه هو دلوقتي كل اللي موجود عندي حاليا هو اللي مكتوب هو اللي في موجود في الكشف دلوقتي. الفاتوره. كل اللي خلاص موجود. انت اشتغل على خير انا ان برضه شاء حتى الله. ايه هتلاقي كل حاجة ايه، انا رصيدها كلها زي بعضيها. بالاعداد يعني. كل حاجة بالاعداد اهي. تمام. حتى المواسير برضه والإفزان الجلب هي الجعان كل حركه حاجة. حلوه منك برضو انك انت فاهم كل انك حاجة. انت رجعت البضاعه اه اللي انت لازم كاتبها. اراجع عشان بدل في حاجة ناقصة اقدر ابلغ بيها جميل. قبل ما اشتغل. خلينا اشتغلت دلوقتي في حاجة ناقصة، مين اللي هيتحاسب؟ انا اللي انت اللي هتحاسب. هتحاسب، هقول لك انا جبت لا لك انا راجع البضاعه واسلمك، والبضاعه ناقصه. وبعد كده تيجي تستلم مني. انا هستلم منك على الحيطه. اه تستلم مني على الحيطة. والزيادات هنراجعه مع بعض اه بالايه، هنرجع لك. بالفواتير. يعني تمام. احنا مش هنشكك في ذمتك، انت امانه يعني مش لا اول شغلانه تشتغل معانا فيها. تسلم يا هندسة. آه. بس برضو عشان العميل يطمن وعشان اه برضو متابعه دوريه، طول ما مفيش تفتيش على الخامات تمام. بتلاقي حاجه راحت كده حاجه اه راحت اكيد كده. لازم. مش هتبقى منك بس يعني عشان كذا حد بيدخل الموقع. آه. فلازم أن نكون عندنا علم بيها يعني. بإذن الله هندسة. مش دي الخلاطات دي الخلطات. تمام جميل. ما تنساش بقى تحط الوش ده عليهم. وده وش الحماية ده. اه وش الحمايه. جميل زي الفل. هما الاتنين واحد. تمام. تمام. ماشي يلا توكل على الله بقى واشتغل انت عشان ما اعطلكش. هو الفيديو اللي احنا مسجلينه ده بخصوص الخامات وجرد الخامات ده لو العميل بيشطب مع نفسه. لو بيشطب مع نفسه ترجع للصنايعي. طبعا الصنايعي اللي انت بتجيبه الله اعلم انت جايبه من على النت، جايبه من حد مرشحه لك، حد صديقك اشتغل عندك في العماره، او انت جبته في الموقع وعملته. طبعا يا كل الناس مش هنقدر نشكك في ذمه حد. فالخامات دي فلوس، مش خامات ولا بلاستيك بترمي على الارض. فانت فلوسك لازم تحافظ عليها. بمعنى انك انت جبت له الفواتير، هو طلب لك الكشف بتاعه بتاع التاسيس، كتبوه، انت بعت له الموان بعت لك فاتوره حاسبت عليها وجات لك في الموقع، لازم تسلمه البضاعه عشان تستلم منه سواء على الحيط او على الارض او اللي باقي. تشوف بقى انت هتستلم منه بأنهي طريقه. والزيادات تقدر ترجعها تاني للموان. ولو طلب حاجه تاني يكونوا في علم وفي تواصل مع بعضكم انتوا الاثنين عشان الموضوع يكون شغالين كده ايه. والدنيا في اللذيذ خالص يعني. معانا الأسطى إبراهيم ومعانا الأسطى أحمد. ده ناس شغالين معانا بقالهم بتاع يعني داخلين في 5 سنين. عاملين معانا حوالي بتاع 50 مشروع الحمد لله. البضاعة لو زاد الجلبة ولا زاد الكوع يا باشمهندس في كوع زيادة حاطينه في شنطة سلمناه للمشرف رجعناه تاني للمخزن. وكل ده بيرجع في حساب العميل عندنا في الحسابات.